السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرتضى منصور يوجه رسالة جديدة لإمام عاشور. دعونا نتعرف على التفاصيل. من جديد علق مرتضى منصور على أنباء انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، وتقارير قوية تؤكد اقتراب إمام عاشور من الانتقال إلى النادي الأهلي. ومرتضى منصور عبر تصريحات صحفية أكد أنه ليس منطقي بيع اللاعب ب 30 مليون دولار منذ شهور ويشتريه من جديد ب 5 مليون دولار، مؤكدا أنه لا يشغل باله بمصير اللاعب وأين سوف يذهب الموسم المقبل. كما وجه مرتضى منصور رسالة إلى اللاعب بضرورة الابتعاد عن تلك الأفلام التي يقوم بها، وتابع إن إمام عاشور يحاول اللعب على مشاعر الجمهور ودغدغة مشاعر الجماهير، ولا تزال صفقة إمام عاشور بها العديد من الكلام لحين إعلان طرف التعاقد معه رسميا، خاصة في ظل استقرار اللاعب على الاستمرار في مصر وعدم عودته إلى الدنمارك من جديد. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.